ايه يا جماعة جمال الوصفة دي، ايه الجمال ده والريحة دي والطعم ده. ده انا اقسم بالله كنت مهووسة وانا باكلها، كانت ريحتها قلب البيت. الوصفة دي جايبة، بصوا يعني مليون مشاهدة على التيك توك، على ايه انا مش عارفة. قمت جري عملتها لكم باسهل واسرع طريقة. نقول المقدمة بتاعتنا الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي مهنا ودي قناتي. أتمنى تشتركوا في قناتي فضلا وليس أمرا، وتعملوا لي لايك عشان بيرفع من الفيديوهات جدا. بصوا النهاردة بقى ايه دي اللي معايا، ايه دي؟ كبد وكلاوي بلدي. دي كانت عندي من ايه، من قبل العيد. فبصوا هي ما فيهاش دم ازاي ولا الكلام، طبعا هي ما بتتغسلش. هتقولي لي ما فيهاش دم ازاي يا مهنا؟ هقولك عشان انا كنت حطاها في مصفى وتحتيها طبق صفة الايه، صفة اللي فيها كله. هي الحاجة البلدي مش بتتغسل يا جماعة، لا اللحمة البلدي بغسلها ولا اي حاجة بلدي مش بتتغسل بصراحة. بصوا صلى على النبي. اللي معانا هنا دول بصلتين متقطعين، انت عايزة تقطعي اكتر قطعي. دول بصلتين احمر، عايزة تقطعي ابيض برضو براحتك، بس دول المتوفر عندي، يعني هي ده البصل اللي كان متوفر عندي. ودول قرنين فلفل، وواحد ايه، وواحد حراق. ايه اللي انت بتقطعيه ده يا ام هنا؟ هقولك ايه اللي انا بقى، ما هو السر بقى في دي. السر في ايه؟ في دي لية الخروف. بصوا دي عندي لية الخروف. انا سرقت لكم الوصفة دي من ايه، من جوزي، بس بيني وبينكم كده. بصوا صلوا على النبي. هنعمل ايه؟ قولوا عليه الصلاة والسلام. ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي، ولو لسه ما حطيتيش اللايك حطي لي اللايك قبل ما نبدا ايه، قبل ما نبدا الوصفه. انا قمت عملت لكم الوصفه دي امتى؟ الفجر كده. طبعا ايه، انا اول ما شفتها قلت لا ده انا لازم اقوم ايه، اقوم جري اعملها وايه واوريها لحبايب قلبي. بصوا بقى، احنا قطعت اللي اهو، خدت حته صغيره من اللي هي، مش اكتر من كده، حته صغيره. وبعدين رحت قطعتها لقطع ايه، لقطع صغيره. حطيتها على الايه، حطيتها على الكبد. بصوا الكبد اصلا نضيفه ازاي، بصوا الكبد والكلاوي نضيفه اهو. يعني هو كان الموضوع اللي معايا ده كان، يعني هو كان المقادير كلها كانت نص كيلو كبده، مش اكتر ولا اقل. انت بنتي ما حطيتهاش ليه يا ام هنا على طول؟ انا مش اللي على النار، انا مش عايزاها تتحروق مني. حطيت معلقتين سمنه عشان اللي ما تتحروقش مني، انا عايزاها سليمه تبقى طريه كده في ايه، في قلب اللق. طبعا انتوا سامعين الصوت. بصوا صوتها اقسم بالله، يعني خليكي جوعي دلوقتي، خليكي تاكلي، تجيبي رغيف وتاكليها وهي على النار. بصوا اهم خطوه طبعا ان انت تحطيها على نار سخنه جدا، اهم حاجه. انتوا طبعا سامعين ايه، سامعين الطشه، لازم تبقى النار سخنه. لازم تبقى النار سخنه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، يبقى فيها زفاره. والح... وال... وال يعني بصوا الحل التاني بقى ان احنا هنحط ايه، هنحط نص معلقه، ربع معلقه كده فلفل اسمر، مش اكتر ولا اقل. احنا بس في الاول كده عشان بتمنع ايه، بتمنع الزفاره بس. يعني ايه، بصوا انا هوديها ايه يمين وشمال كده، وهسيبها في قلب الايه، في قلب الطاسه. ليه بقى؟ انا مش عايزاها إيه تتحرق مني، ولا عايزاها تنزل ميه. اهم حاجه تبقى النار عاليه عندك، ما تخليش النار واطيه هتنزل ميتها لا، احنا مش عايزين. هي الوصفه بصوا يعني هي جمالها في ان هي ما تنزلش ميتها وتبقى ناشفه كده معاكي. طبعا الكبد عندي هنا ايه، انا عماله اقلبها هي والكلاوي وبتنشف. بصوا بقى دي اللي انا بحمرها معايا، بصوا اللي هي زي ما هي ازاي، ما بتخسش واي حاجه. وبرضو لاخر الوصفه هتشوفيها هي اللي هي مش خاسه ولا هي زيها زي الكبد، عشان انا ما نزلتهاش الاول تتحروق. في ناس بتنزل اللي هي الاول، تنزل السمنه بتاعتها مثلا وبعد كده تحط الايه، تحط المقادير تتحمر. لا طب ما انا عايزه استنفع بيها، يعني هي اللي هي مش رخيصة، اللي هي انا بقى عايزة استنفع بيها. قلت لا انا لازم ايه، احط معلقتين سمنة يتحمروا الاول على نار عالية، وبعد كده ننزل عليهم المقادير كلها. هتشوفوا هنا ايه خطوة بخطوة. هقلب. طبعا بص الصوت، يعني الصوت بتحس ان انتي عايزة تاكلي دلوقتي. والله انا اول ما شفتها بصراحة رحت ايه، رحت جوعت، قلت لا لازم ايه، لازم اقوم ايه اعمل الوصفة دي واصورها. بصوا هنسيبها ايه تتحمر كويس. انا كده سبتها على النار شويه، وبعد كده بقلبها. انا بس مسرعه لكم الفيديو شويه بحيث ان ايه، بحيث ان ما ياخدش من وقتكم كتير. طبعا لازم يبقى ايه، ان انت برضو ما تسيبهاش على النار وتقعدي، لا. انا هو سبتها شويه اهو، بعد كده رحت راجعه لها تاني. قمت بقى ايه اشوفها كده. ما احنا لازم نطلع على الغاليه. الغالية بقى ايه، الغالية عايزة حلو قوي عليها كده. هنحط بقى الايه، هنحط البصلتين. البصلتين دول بقى بصوا
بصوا انا ركنت ليه الكبد على جنب كده. الكبد لما تجيبيها على جنب انا عايزه شويه الصوص اللي نزل منها ده اقلب فيه البصل، انا عايزه البصله تشربه. طب ما انت قلبتيهم يا ام هنا مع بعضهم كلهم اهو. ايوه ما هو انا نزلت ركنتها على جنب عشان اقلب البصله مع الصوص الاول تشربه بس، عشان احنا مش هنحط سمنه ولا اي ماده دهنيه تاني، مش هنحط اي حاجه، هي احنا هنستكفى قوي باللي احنا حطيناه بس. هنقلب كويس وبعد كده وبعد كده هننزل قرنين الفلفل. انت عايزه تبدليه بفلفل الوان براحتك طبعا. بصوا تبقى طعمها حلو جدا جدا جدا. اي مكون عندك حطيه بس بلاش الطماطم. ليه بقى؟ لان بتحس ان الطماطم يعني لما بتحطش مثلا قطايه صغيره ولا حاجه في قلب الوصفه بتحس ان هي بتزفر الحاجه شويه او بتنزل ميتها أو لا، انت زي ما هي كده اعمليها وشمي ريحتها بقى وهي على النار جميله ما شاء الله. بس انا سبتها بقى شويه وبعد كده رجعت لكم تاني قلت قلت اقلبهم. طبعا انا هنا هشوف الكبده واستوت ولا لا. اهم حاجه قبل ما احط انا مش عايزه احط التوابل دلوقتي. ليه ما انا مش عايزه تحطي التوابل دلوقتي؟ انا عايزه ريحه التوابل فيها، فاهمه؟ خلاص انا هنا ضفت الملح. لما لقيتها يعني خلاص داخله على سوا وهضيف نص معلقه فلفل اسمر وهنضيف نص معلقه كزبره وربع معلقه كمون مش اكتر ولا اقل. بصوا نص معلقه فلفل اسمر صغيره، انا بتكلم على المعالق الصغيره اللي هي بتاعت الشاي دي مش المعالق الكبيره. لا نص معلقه فلفل اسمر نص معلقه كزبره ربع معلقه كمون. طب ليه ربع معلقه كمون؟ لان هي اصلا دي كبده ما بيتحطلهاش كمون كتير، بيتحط لها نص كزبره نص معلقه كزبره. ليه؟ لاني بصوا الكبده اديها كزبره، كزبره وفلفل اسمر، فاهمه؟ بس بصوا بقى ريحتها هنا كانت طالعه جميله. طبعا هو الشكل باين عليه يفتح النفس. انت عايزه بس رغيف كده وتقومي وتقومي عامله سندوتش. بصوا انا قلت هقلبها هنا يمين وشمال كويس. اهم حاجه بصوا بقى التوابل باينه فيها ازاي، اهم حاجه تبقى التوابل باينه فيها كده. سبتها شويه صغيرين قوي 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 برضو وانا واقفه عليها بس مش بقلبها. بصوا هشوف الكبده كده هلاقيها هلاقيها ناقصه سوا، يعني اللي هي سنه بسيطه. هقوم ده بصوا اهو هي مستويه معايا واللي هي استوت اهي كويس قوي تمام. بس احنا بنحبها مستويه سنه. هنعمل طيب هفضل اقلب فيها؟ لا طبعا مش هفضل اقلب فيها عشان ما تنشفش مني. هقوم حاطه لها ربع كوبايه ميه صغيره، ربع كوبايه ميه وهحطها على النار اهي. شايفين؟ ربع كوبايه ميه اهي وخلاص مش اكتر ولا اقل. هتعملي فيها تاني يا ام هنا؟ هنوطي عليها النار وهنسيبها دقيقتين بالظبط، دقيقتين مش اكتر، وتطفي عليها مش اكتر ولا اقل من كده عشان الكبده برضو ما تتهريش منك، تبقى برضو الحاجه لسه بحالها. بصوا هنا انا هنا فضيتها والله العظيم الصوره ظلمها جدا، يعني هو الفيديو ظالمها، ده هي كانت ريحتها وطعمها تحفه. بصوا هنا انا ما انا قلت لكم لازم سبحان الله الريحه هي بتشد الواحد. جبت رغيف وقلت لازم ادوق على الاول. يلا تعالوا كلوا بقى معانا. لو لسه ما اشتركتيش في القناه اتمنى تشتركي وتحطي لي اللايك الجميل بتاعك. بصوا عملت جنبيها مكرونه محمره. مع السلامه يا حبايبي.